نعرف اكتر تفاصيل عن الموضوع ده هناخد مداخله مع والد الطفل الاستاذ علي بابا محمد. الو. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ علي؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. اول حاجه عايزين نطمن على محمد، النهارده اخباره ايه؟ نحمد ربنا الحمد لله، ونرجو من الجميع ان هم يدعوا له بالشفاء وربنا يقومه بالسلامه. طب هل تقرير الطبيب الشرعي طلع؟ لا لسه حضرتك. غريبه جدا الحقيقه، انا مش عارفه الغضب ده اللي طلعه على الطفل ده سببه ايه، انا مش عارفه. طيب سببه ايه يا فندم؟ سببه ايه يعني؟ سبب يعني خلي ده طفل، لا مؤاخذه في الكلمه، مش هقول لك رن الجرس، خليه هو ان هو سرق. انا اسف في اللفظ يعني. ده لو مسك طوبه كسر مبرر. عربيته مش هيعمل له كده، انا مش عارفه. ده مش مبرر، ده مش مبرر مفيش حضرتك. مبررات طبعا، مفيش مبررات. وبعدين دي هي ممكن تدخل في جنايه لو تقرير الطب الشرعي. حضرتك لو تاخدي بالك من مؤاخذه في الكلمه، لو الطب الشرعي خلص الطب الشرعي ظهر وخرج، هل الطب الشرعي او الدكاتره او اي كان او ان كان هو شخصيا ان ابن ده بعد ما يقوم بالسلامه ما يبقاش عنده عاهه مستديمه؟ لا طبعا مفيش حاجه تضمن، بس هي الداخليه قبضت عليهم واكيد هياخدوا اجراء رادع يعني ضدهم. انا الداخليه انا عاجز عن الشكر فوق ما تتصوري.